الله يعني غني. في إطار برنامج المرحلة الثالثة من الورشات الجهوية لإحداث خريطة أفكار مشاريع وإعداد مخططات الأعمال، نظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بقاعة عمور بارك بجامعة بلفاء ورشة تكوينية في ريادة مقاولات وإنتاج أفكار المشاريع في الميدان الفلاحي. تواجدوا بالجامعة بلفاع في إطار البرامج الوطنية ديال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في الفصل الثالث من تنظيم ورشات تحسيسية وتواصلية مع الشباب حاملي أفكار المشاريع. الهدف من تنظيم هذا اليوم هو نوضحوا للشباب الأهمية ديال الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر 2020-2030، خصوصا في الشق المتعلق بإبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب. ومسألة ثانية هو نوضحوا لهم أهم المراحل اللي غادي يدوزوا منها الشباب حاملي أفكار المشاريع في إطار في هذا البرنامج ديال المواكبة. اختيار ديال الجامعة بلفاح جا نتيجة ديال أن الأهمية ديال القطاع الفلاحي بهذه المنطقة، وكذلك تشجيع أبناء الفلاحة على الاستثمار في المجال الفلاحي وفي المجال ديال خلق المقاولات الفلاحية والشبه الفلاحية. الدور ديال هذه الورشات هو أول حاجة هو نتواصلوا مع الشباب حامل أفكار المشاريع، نوريهم البرامج اللي كاينه في الجيل الاخضر، استراتيجيه الجيل الاخضر فيما يخص بروز واحد الجيل جديد ديال المقاولين الشباب، وبطبيعه الحال نفاتحوا عليهم ونكونوا في ميدان ديال رياده المقاولات يعني نحسوهم في اهميه ديال هذا المحور في خلق فرص شغل وفي خلق التنميه المحليه. ان شاء الله في هذه الورشه فغادي يعمروا الشباب واحد الاستمارات باش يحطوا فيها الافكار ديال المشاريع ديالهم. هذه الاستمارات ان شاء الله غادي ياخذوا واحد مجموعه من واحد المصادر، مجموعه من اللجان. اول حاجه هو اللجنه التقنيه الاقليميه اللي غادي نختاروا فيها المشاريع اللي غادي تدوز معنا المرحله ديال ما قبل الانشاء، باش يدير لهم واحد مخطط العمل، واحد الدراسه التقنيه والماليه، باش تكون الحامل المشروع تكون واحد الوثيقه باش يقلب على التمويل. وما يمكنش الشباب تسليط الضوء على استراتيجية الجيل الأخضر ومواكبة هذه الفئة من الشباب المقاول بغية خلق طبقة فلاحية وسطى إلى جانب التعريف بمنهجية أعمال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. غصد لغيد حيط الورشة اللي كان اللي تخصصنا إلى مشاريع حامل لمشاريع الشباب اللي تسكن واحد الجهه كله جميع الاقاليم غصد الحماس الاقليمي شتو كيتباع الورشات تخصص المشاريع الشباب منذ غير العدد من الشباب الاقليمي شتو كيتباع باش تصنتني العروض تسفلتني العروض اللي قدمنا الشركاء حماس المشروعه. الشباب يعجبنا الخيره ان شاء الله باش نقدم المشاريع عندنا نكني حماس الغرفه الفلاحيه نقرا الاشاره للشباب باش نواكب المواكبات التقنيه ديالنا نحتاجها باش تحصل في المشاريع عندنا ان شاء الله. مشكل الورشات غصد حضر دغيد هي العدد يستوهمان الشباب حاملين المشاريع باش تستافد نحمس الورشات اللي تنظم المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه. نكنين نحضر دغيد كممثلي الغرفه الفلاحيه باش نواكب المشاريع هذه اللي استوهمانين اللي يستهدف الطاقه الشابه حماس المنطقه. هذه الورشات سلطت الضوء على استراتيجية الجيل الأخضر ومواكبة هذه الفئة من الشباب المقاول بغية خلق طبقة فلاحية وسطى إلى جانب التعريف بمنهجية عمل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. نقولوا العام الأول ديالنا اللي بدينا بهذا البرنامج. متفقين؟ نعم.